اهلا بيكم دكاترة اولى ثانوي، اتمنى تكونوا بخير دايما. في الفيديو ده هنحل تدريب على المحاضرة رقم 1 من محاضرات العلوم المتكاملة. ياريت ندعم الفيديو بلايك واشتراك في القناة. ولكن قبل ما نكمل الفيديو حابب افكرك باننا عاملين جروب واتساب بمبلغ رمزي جدا. علشان تشترك معانا فيه هتتواصل معانا على الرقم 010 290 62055. مميزات الاشتراك في الجروب ده ان هينزل عليه مذكرات الشرح ومذكرات الواجب، تدريبات يومية، هتنزل تدريبات يوميا عليه، 3 امتحانات إلكترونية على كل درس وعلى كل وحدة هتقيم بيها مستواك، 4 حل الامتحان في فيديو على الجروب. بعد ما نخلص الامتحان هنحل الامتحان ده في فيديو والفيديو ده هينزل على الجروب، 5 مسابقات وتكريمات، زائد روابط فيديوهات اليوتيوب. بدل ما تدخل على القناة وتفضل تدور على الفيديو الخاص بمرحلتك هتلاقيه على طول بينزل لك على الجروب. 8 وأهم حاجة، اسأل في أي حاجة غير مفهومة وفي أي وقت. 9 متابعة مستمرة. أول سؤال بيقول لي: كيف يوصف نظام دورة الماء في الطبيعة؟ هل نظام مفتوح ولا نظام مغلق تقريبا، نظام معزول، نظام متغير باستمرار؟ لا طبعا، نظام دورة الماء في الطبيعة هو نظام مغلق تقريبا. ليه يا أستاذ مغلق تقريبا؟ أقول لك، لأن كمية الماء بتظل ثابتة، مش بتتغير لا بالزيادة ولا بالنقصان، مش بتتأثر بالتبخر أو بالتكثف أو بعملية النتح، مش بتتأثر. بالتالي بنقول إن هو نظام مغلق تقريبا، مش بيتغير باستمرار، غير متغير باستمرار، مش نظام معزول ولا نظام مفتوح. تمام. سؤال رقم 2 بيقول لي: ما هي العملية التي يتحول فيها الماء السائل، ركز معايا، الماء السائل إلى بخار ماء؟ هل عملية تكثف، تجمد، تبخر، هطول؟ طبعا سؤال سهل وبسيط، الإجابة هتبقى تبخر. عملية التبخر بيتحول فيها الماء من الصورة السائلة إلى الصورة البخارية. سؤال رقم 3: من أين يأتي بخار الماء في الغلاف الجوي؟ بيقول لك فقط من تبخر المسطحات المائية، فقط من تنفس النباتات والحيوانات، من التبخر والتنفس والنتح، من الأمطار والثلوج. طبعا هتبقى من التبخر والتنفس والنتح. ازاي يا أستاذ؟ أول حاجة التبخر ده بيحصل فين؟ بيحصل في المسطحات المائية، فبيكون لي ايه؟ بيحول الماء من صورة سائلة لصورة بخار. طب التنفس؟ التنفس برضو عملية بيقوم بيها كل من الحيوان والنبات، بيطلع لي برضو بخار. والنتح، النتح هو ايه؟ النتح هو فقد النبات للماء في صورة ايه؟ في صورة بخار. فالتلات عمليات سواء التبخر او التنفس او النتح دي من مصادر البخار في الغلاف الجوي. ندخل على السؤال رقم 4، بيقول لي: ماذا يحدث لبخار الماء بعد أن يتصاعد؟ يتحول مباشرة إلى جليد، يتكثف ويكون السحب، يتبخر مرة أخرى، يدخل إلى باطن الأرض. طبعا سؤال سهل، يتكثف ويكون السحب، يتكثف ويكون السحب. بعد ما بيتصاعد بخار الماء نتيجة لعملية البخر أو التنفس أو النتح، بيتكثف وبيكون عندي السحب. ما هي أشكال هطول الأمطار؟ عندنا شكلين من هطول الأمطار. الأمطار بتنزل في صورة أمطار أو سلوج، يعني بتنزل في صورة مياه عادية أو في صورة سلوج. تمام. سؤال رقم 6: بعد هطول الأمطار والسلوج أين يمكن أن تتجمع المياه؟ بتتجمع فين؟ في الهواء فقط؟ غلط طبعا. في شكل جليد أو مياه سطحية وجوفية؟ طبعا مظبوط. أول حاجة، بعد هطول سواء الأمطار أو السلوج، في حالة الأمطار بتبقى مياه سطحية أو مياه جوفية، بتتجمع على هيئة مياه سطحية أو مياه جوفية. والسلوج بتبدأ تتراكم وتكون لي إيه؟ بتتكون لي جليد. سؤال رقم 7: ما هي إحدى، المفروض هنا العمليات التي تساهم في وجود بخار الماء في الجو بالإضافة إلى التبخر؟ بالإضافة إلى التبخر، هل الجريان السطحي؟ غلط طبعا. النتح؟ طبعا. النتح ده من العمليات اللي بتساهم في وجود ايه؟ في وجود بخار الماء. واتفقنا مع بعض يعني ايه نتح؟ النتح ده هو فقد النبات للماء في صورة بخار. طب التجمد؟ لا طبعا. التجمد ده اللي هو الماء بيبقى في صورة سائلة وبيتجمد، بيتحول للصورة الصلبة. طب الترسيب؟ برضو غلط.
سؤال رقم 8، عندما يتكثف بخار الماء ماذا ينتج؟ طبعا بينتج السحب. بخار الماء بيحصل له تكثف بينتج سحب، السحب بتنزل أمطار وسلوب. سؤال رقم 9، أي العمليات التالية تؤدي إلى تكون بخار الماء؟ هل التكاثف، التبخر، التساقط، التجميد؟ طبعا التبخر. تبخر، نتح وتنفس دول بيكونوا لي بخار ماء. ماذا يحدث لبخار الماء في الجو حتى تتكون السحب؟ طبعا يتكثف أو يتكاثف. يتجمد غلط، يتبخر غلط، يختلط بالهواء غلط. بخار الماء يتكثف ويكون ايه؟ يكون سحب. يعتبر النظام الذي تمثله دورة الماء في الطبيعة هو نظام مفتوح، معزول، مغلق، تقريبا، حر؟ جاوبنا على السؤال ده في الأول وقلنا مغلق تقريبا. نظام دورة الماء في الطبيعة هو مغلق تقريبا. ندخل على السؤال رقم 12، ما الذي لا يعد من مصادر بخار الماء؟ هل تنفس الإنسان، النباتات، البحار والمحيطات، ولا الصخور؟ طبعا سؤال بسيط وسهل وواضح. الصخور لا تعد من مصادر بخار الماء. ممكن تكون من مصادر المياه الجوفية، زي ايه؟ لو فاكرين زي الصخور الرسوبية. الصخور الرسوبية بنلاقي فيها ايه؟ بنلاقي فيها مياه جوفية، او بتختزن المياه الجوفية في مسام الصخور الرسوبية. سؤال رقم 13 بيقول يتميز الماء بقدرته على إذابة الزيوت، المواد الكيميائية، المعادن الثقيلة فقط، الغازات؟ طبعا المواد الكيميائية. نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لك من الأمثلة على الأملاح التي يذيبها الماء؟ NaCl. طبعا الماء بيعمل على إذابة ملح الطعام، NaCl. طيب NH4Cl، كلوريد الأمونيوم، برضو صح. AgNO3، طبعا نترات الفضة، بيعمل على إذابة نترات الفضة. يبقى الإجابة هتبقى معايا جميع ما سبق. سؤال رقم 15 يقول لك يتواجد الماء في حالات المادة. احنا عارفين بيتواجد سائل وصلب وغاز. فين هنا سائل وصلب وغاز؟ الإجابة ألف، صلب وغاز فقط، غلط. سائل وصلب فقط، غلط. سائل صلب غاز، مظبوط. ماء هواء جليد، غلط. يبقى الإجابة معانا هتبقى ج. ندخل على أسئلة متنوعة. أول سؤال بيقول لي ما هي العمليات التي تساهم في وصول بخار الماء إلى الغلاف الجوي، وكيف يختلف كل منها عن الآخر؟ أولا هنقول له العمليات التي تساهم في وصول بخار الماء إلى الغلاف الجوي هي عمليات البخر والنتح والتنفس. البخر يتم من خلال المسطحات المائية، وعملية التنفس يقوم بها كل من الحيوان والنبات، بينما عملية النتح يقوم بها النبات فقط. دي إجابة السؤال. ندخل على سؤال رقم 2، اذكر نسبة الماء على سطح الأرض مع التمييز بين الماء العذب والمالح والمتجمد. أول حاجة الماء العذب نسبته قد إيه؟ نسبته 1%. نسبة الماء العذب 1%. طب الماء المالح 97%. ركز معايا. المياه المتجمدة اللي هو الغلاف الجليدي دي بتمثل لي نسبة 2% تقريبا. 2% تقريبا. سؤال رقم 3، بين دور الماء في انتقال المواد داخل وخارج الخلية. تمام. الماء يقوم بنقل الغذاء والمواد اللازمة لإنتاج الطاقة إلى داخل الخلية من خلال المرور عبر الغشاء البلازمي، ويخرج من الخلية حاملا الفضلات للتخلص منها. ده هو دور الماء في انتقال المواد داخل وخارج الخلية. بينقل إلى داخل الخلية إيه؟ المواد الغذائية اللازمة لإنتاج الطاقة. بيخرج إيه؟ بيخرج الفضلات. وبكده نكون انتهينا من التدريب على المحاضرة الأولى. أتمنى تكون استفدت، وأشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية.